استفسارات. اول واحد، استاذه ميس حمدان في مسلسل طريقي، لو خدت بالك هتلاقيها بتتكلم بالطريقه دي، بتتكلم كل المشاهد بتتكلم بالطريقه دي. انا مش عارفه ليه. هل الدور تطلب ده؟ بتحارب دليله ببقها. انا مش فاهمه يعني. انا قلبت لحظه. انا مش فاهم يعني. احنا عارفين ان هي ريهام حجاج بس اللي بتعمل كده، هي مولوده كده. انت ليه بتعملي كده بقى في اخر المسلسل ليكي؟ كنتي كويسه، ما كنتش بتتكلمي كده. وممثلين كتير بقى عندهم حوار التندة دي، في اكستنشن في المنطقه دي. مش عارفه. تاني استفسار، انا عارفه ان مصر كلها استفسارات بيه، بس والله ما قدرتش امسك نفسي والله العظيم. استاذه مي عز الدين، ايه الايموشن ده المشهد كان مكتوب فيه ايه؟ يعني كنت قاصده توصلي ايه بالمشهد ده؟ ايه الايموشن ده؟ قاصده ايه؟ بصوا تعالوا نحلله مع بعض. ده قرفانه، دي الحته دي قرفانه، دي مبسوطه جدا، دي حامل، دي متطلقه. عدد من الظروف الاجتماعيه في هذا الايموشن العجيب. بموت في مي عز الدين، ملوش علاقه ده، بموت فيها. تالت استفسار، احمد حاتم في حواري بوخارست، مبرق طول التمثيليه مبرق، يعني قرانيته وسعت في الدور ده، مبرق كل المشاهد مبرق. في نفس التمثيليه برضو حواري بوخارست، مريهان حسين، ربنا يكرمك، ربنا يوفقك وتخلصي السيجاره اللي في ايدك من اول حلقه. السيجاره الرفيعه بتاعتها دي من اول حلقه ماسكاها لحد الاخر. انا متابعه المسلسل عشان اشوف السيجاره دي هتخلص امتى. من اول حلقه اقسم بالله ما بتخلصش. بس كده، شكرا، كل سنه وانتم طيبين. لو عجبك الفيديو سبسكرايب من هنا، سبسكرايب، وشوفوا بقيه الفيديوهات، ويا ريت تسيبوا لي تعليقاتكم او اي افكار لفيديوهات تانية.